ولادي مفكرين إنهم بيعاقبوني علشان اتأخرت عليهم، ما يعرفوش إن هو على قلبي زي العسل. كنت متفقة كده مع بناتي إن احنا هنصحى من النوم ننضف البيت كله، وفجأة كده لقيت نفسي صاحية من النوم عايزة أعمل الحاجات اللي أنا بعملها دي. فنزلت جري جبت كل طلباتي وقلت إيه على بال ما البنات يصحوا أكون حضرت السندوتشات دي. بس لقيتهم بمجرد ما نزلت جبت الطلبات دي كلها وجيت وقفت كده في المطبخ، لقيتهم كلهم صاحيين ويلا يا ماما هننضف البيت. قلت لهم لا، النهارده مش هننضف البيت. قالوا لي ايه ده، انت غيرتي رايك ولا ايه، وايه اللي انت بتعمليه ده، وايه اللي انت جايباه ده؟ قلت لهم انا جبت كبده وجبت عيش وجبت جرجير وجبت شويه حاجات، ونويت كده ان انا اعمل النهارده سندوتشات وافرح بيها كده الناس، وافرقها كده بما ان النهارده يعني يعتبر نصف من شعبان. قالوا لي: "لأ يا ماما ده لسه بُكرة." قُلت لهم: "ما فيش مشكلة، بُكرة بعده إحنا كده في ال3 أيام البيض، وعايزين قبل ما ترفع الأعمال نعمل حاجة كده كويسة." فقالوا لي: "طيب خلاص هنساعدِك بقى في اللي أنتِ بتعمليه ده، بس ما لناش دعوة في تنضيف البيت." ومفكرين إن هُم كده بيعاقبوني، لا ده لا ده. قُلت لهم: "على قلبي زي العسل، أهم حاجة نخلّص السندوتشات دي كده بسرعة، ونروح كده نفرّقها على الناس، وبعد كده مش عايزة منكم أي حاجة." قعدوا يضحكوا ويقولوا لي: "اوعي ترجعي في كلامِك." قُلت لهم: "لأ أبدًا." وبصراحة بقى بقت يعني بنتي تساعدني وتقشّر لي البصل وتخرّطه لي، وبنتي التانية تقطّع لي الفلفل، الطماطم، التوم، وبدل إن هم يساعدوني. مسكت الكبدة كلّها قطّعتها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وقطّعت عليها بقى ليمون كتير، وسِبتها بقى إنها هي تصفّي الدم بتاعها. وبعد مرور حوالي نُص ساعة بدأت إن أنا أقلِّب فيها، لقيتها من جوّه برضه كده لسه فيها دم. أنا عامةً يعني يعني أحيانًا كتير أوي ما باشطفهاش، بس بصراحة لقيت نفسي كده إيه، جبت شوية مَيّة وحطيتها على الكبدة قلّبتها بقى وسِبتها إنها تتصفى خالص، بقى لونها وردي كده بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. طيب أنا لو صدمت الكبدة كلها مرة واحدة مش هتنشف. بدأت أجيب الطاسة بتاعتي وأنزل كده بمعلقتين من الزيت، وأنزل كده بشوية كبدة، يعني مسكت شوية بشوية صدمتهم، في الآخر حطيتهم كده في صينية ونزلت عليهم بشوية ملح وفلفل أسمر وكمون وشطة وكزبرة ناشفة وكل التوابل بقى الجميلة بتاعتنا دي وبابريكا وكله، وهقلب بقى كل الكبدة في الحاجات دي كلها تمام. في الفترة دي بقى كنت أنا باعمل الكلام ده، هُم بقى إيه، بيفصصوا لي توم وبيوضّبوا الحاجات دي وأنا باخد من وراهم، بيغسلوا لي طماطم، اللي بتقشّر لي البصل. جِبت الكبة بتاعتي بقى وخدت البصل بعد ما قشّروه حطيته بقى كده في الكبة وباضربه يعني إيه، ضربتين كده، أنا عايزاه خِشن. وجِبت حلة كبيرة أكبر حلة عندي، ونزلت بقى بشوية زيت. وعايزة أقول لكم حطيت بقى على كمية البصل كمان، البصل الأبيض كلّه حطيت عليهم كمان 4 بصلات كده من الحُمر. المهم يا جماعة شوّحت كل البصل كده مع بعضه، وأول ما خَد اللون اللي هو الدهبي، اوعي بقى تحمّري البصل أوي تمام. وبدأت إن أنا أنزل بقى بكل الكبدة اللي أنا صدمتها. ما تكوني تعملي كمية كبدة كبيرة اوعي تحطها مرة واحدة، هتنزل مية كتير، وعايزة أقولك مش هتبقى مصدومة معاكي حلوة. فخدي شوية بشوية كده. هما بقى يعني هما بيعملوا باخد من وراهم. خدت بقى الفلفل اللي قطعوه، طبعا غسلوه الأول، ونزلت بقى بيه، وكمان كمية طماطم كده حلوة محترمة. وهقلب بقى كله كده مع بعض، وهبدأ أظبط برضو الملح بتاعي والتوابل والبهارات، يعني هاحط برضه رشة كده من الملح، فلفل أسمر، كمون، شطة، بابريكا، كزبرة ناشفة. كل الحاجات دي بتبقى حلوة أوي، أوي كده مع الكبدة. وهاقلب بقى كل المكونات دي، وهاختمها بقى بالثوم المهروس، زي ما أنتم شايفين كده معلقتين كبار من الثوم المهروس، ما شاء الله يعني بيدّوا نكهة وريحة حلوة أوي، أوي، أوي. هابدأ بقى أعمل إيه، بعد كده بقى على بال ما خلّصت الكبدة خلّيتهم بقى فتحوا لي العيش وحطّوا لي فيه الجرجير زي ما أنتم شايفينه كده. وأنا بقيت أعبّي السندوتشات وهُم ياخدوا من ورايا ويحطّوا في الأكياس ويقفّلوا. عايزة أقول لكم الجرجير مع الكبدة بصراحة بيوديكِ في حتة تانية، خاصةً في العيش البلدي ده. سندوتشات كبدة والله العظيم أطعم من بتاعة برّه، حلوة أوي، أوي. وهاخلّص بقى كل الكمية، ومش هاسكت على كده، ده أنا هاخد بناتي معايا كمان، وإحنا نازلين نوزّعهم كده على الناس اللي يعني بيبقوا فعلًا محتاجين. أنا عايزة أقول لكم إن أنا عملت يعني وجبات خير، ساندوتشات خير، أي حاجة كده في الخير، بس على قد ظروفي.
يعني أنتِ ممكن تطلّعي أي حاجة من بيتِك كده على قد ظروفِك وتفرّحي بيهم أي حد، ممكن تفرّحي بيهم جيرانِك، ممكن فرخة، ممكن ساندوتشات فول وطعمية وتنزلي تفرّقيها على الناس اللي في مقدرتِك كده. يعني فرّحي بيه أي حد، وخاصةً إن خلاص يعني يوم الأحد كل سنة وأنتم طيبين، بترفع الأعمال، أعمال السنة كلّها، يا رب نختم السنة دي بحاجة جميلة كده مع بعض، وعايزة أقول لكم إن كل ده بييجي لِك أضعاف مضاعفة من عند ربنا، كل كده أمّا تتاجري مع الله ييجي لِك رزق أضعاف مضاعفة كده بإذن الله، تلاقي بقى حياتِك كلّها بركة وكلّها خير وكلّها رزق، وربنا بيبارك لِك والله العظيم في أي حاجة. أنا عارفة إن العيشة غالية وأنا ما باقولكيش إنِّك تصرفي كتير، ممكن إنِّك تفرّحي 3، 4 أنفار مش شرط يعني كل واحد على قد ظروفه، بس والله ربنا بيبارك في كل حاجة، وطبعًا أحلى حاجة أمّا تعوّدي بقى عيالِك إن هُم يعملوا الخير ده كمان بإيديهم عشان يتعوّدوا عليه، ومهما تكوني وقفتِ وتعبتِ بتيجي تعملي الحاجات دي بتفرّحي بيها الناس، بتلاقي نفسِك فرحانة ومبسوطة. خدي الفكرة وممكن تنفّذيها في شهر رمضان، وكل سنة وأنتم طيبين بجد بجد.